تعالوا نعمل مع بعض الفطار الفلاحي في البيت، ولا تقولي بقى بتاع الفرن ولا اي حاجه خالص. ده هتعمليه بايدك في البيت وبسمنه بلدي او باي سمنه او بزبده او بقشطه، اي حاجه عندك هتمشي. تعالي بقى نشوف مقاديره وطريقه تحضيره، طريقه سهله جدا جدا. يلا بينا. السوشيال لايك والسوشيال الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. يلا بينا على المقادير وطريقة التحضير. معايا هنا 2 كيلو دقيق، ومعايا كمان نص معلقة صغيرة من الملح، ومعايا مية للعجن، وبس كده. هو دي مقادير الفطير. يبقى اي نوع دقيق يا جماعة بياخد مية حسب، يعني مش كل دقيق زي بعضه. ممكن ياخد معايا لتر مية، ممكن ياخد اقل، ممكن ياخد اكتر. المية حسب العجن، لان كل دقيق بيختلف عن التاني. طبعا بقى احط المية كده، حطيت الملح طبعا، واحط المية بقى على الدقيق، وهعجن بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هبدأ ان انا اعجن كده بالشكل ده. وطبعا بقى انت لو متضايقة من حاجة حطي بقى اهم كله في العجين. طبعا عشان يديكي عجينة كويسة يبقى لازم تعجني كويس جدا جدا، مش اقل من 10 دقايق على ايدك بالشكل ده. لو عندك عجان حطي في العجان طبعا، هيطلع معاكي تحفة. هاتي بقى كل اللي مزعلك قدامك كده واعجني الشكل اللي شايفينه ده. شايفين العجينة نعمت معايا خلاص. هقطعها كده، كل واحدة من دول هقطعها فطيرة، والواحدة هقطعها 4. طبعا انت عايزه الفطيره كبيره صغيره حسب براحتك، انت عايزه برضو الرقات حسب ما انت عايزه كام رق، او الرقات بتاعته كتيره او مش كتيره، ده حسب ما انت عايزه. انا قطعت هنا العجينه على 4، وبعد كده على 8 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبدأت ان انا يعني بقى عندي 16 كوره يا جماعه. هعمل ب16 كوره دول 4 فطاير. ممكن انت بقى تزودي، يعني انت عايزه فطيره كبيره شويه ممكن تزودي في عدد الكور دي. وكل ما تزودي في عدد الكور كل ما يطلع معاكي الفطيره اكبر. خلاص هقطعهم كده بالشكل ده. طبعا علشان يديكي نتيجه حلوه جدا يبقى لازم تريحي العجين. هتريحيه طبعا دهنت الصينيه كده زيت، وهرص عليها وهحط عليه فوطه، وهسيبه في جنب يرتاح مش اقل من ربع ساعه، عشان يطلع معاكي العجين يفرد معاكي وهو مستريح، مش يلم منك، وكمان هيريحك في الفرد. لكن انت لو اشتغلتي فيه على طول مش هيفرد معاكي، وكمان بيلم معاكي تاني، ما بيفردش. امسك بقى العجين على الرخامه كده، احط شويه زيت على الرخامه. يا سلام بقى لو طبليه كمان تبقى احسن، بتعرفي تتحكمي في العجينه اكتر، وكمان بتبقى بتعرفي تشدي من كل ناحيه كده. لكن الرخامه بتبقى محكومه شويه، ولو اتقطعت معاكي مش مشكله. ده بيرجع لصحتك وانت بتعجني، يعني انت صحتك تعبانه العجينه تتقطع معاكي لانك ما عجنتيش كويس، او العجينه معاكي متماسكه يبقى برضو منك انت عجنتي كويس. فكل ما تعجني العجينه كويس جدا كل ما هتبقى معاكي كويسه ومش هتقطع معاكي. كل واحد بقى يا جماعه يبقى يعجن على قد صحته. سوري يعني. شوف بقى اعمل بقى زي الظرف كده المها. همسك العجينه على الرخامه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، هفردها. اتقطعت معاكي مش مشكله خالص خالص، هتفرديها كده بالشكل ده، وبرده هتلميها زي الظرف كده. وبعد كده احنا بنعملها كرة في الاخر. طبعا عندك قشطه بقى، عندك زبده على سمنه، عندك زبده على زيت، عندك قشطه على زيت، كل الحاجات دي هتمشي معاكي. كل الحاجات دي هتمشي معاكي. طبعا انك تحطي قد ايه دي برضو حسب ما انت حابه الفطير بتاعك دسم، او حابه يكون الفطير بتاعك نسبه الدسم فيه كويسه. دي حاجه ترجع لراحتك انت. طبعا احنا بقى قبل رمضان كده، دي اكله جميله جدا قبل رمضان. نبقى بقى دي تنفع في اللمه كده مع الحبايب، نعمل فطير وجبنه حادقه بقى وعسل، ومش هقولك. شايفين بالشكل ده كده يا جماعه. هلمها زي الظرف كده وهركنها على جنب واعمل غيرها. خلاص زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. هتفرديها وتحطيها كده على ظهرها على العجينه التانية اللي انت فردتيها، وتحطي بقى زبده قشطه زي ما قلت كده الموجود عندك المتوفر عندك حطيه، وبعد كده لميها زي الظرف. وبعد كده احنا بنكورها زي الكوره كده عشان تيجي في الصينيه. لو انت هتعمليها في صينيه مستطيله ممكن تعمليها كده على الشكل ده، هتطلع معاكي مستطيله. لكن احنا بنعملها في الصينيه مدوره. هنكورها ونحطها في الصينيه زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. طبعا في الوقت ده انا
بسيبها برضو ترتاح لتاني مرة. لازم ترتاح لانها مش هتفرد معاك في الصينية من غير راحة. لازم برضو تريحيها اكتر من 10 دقايق، تحطيها في الصينية وتسيبيها 10 دقايق ترتاح. بعد كده بتكوني مولعة الفرن على درجة حرارة 200 او 180 ل200، يعني ما يقلش عن كده عشان مش تنشف معاكي في الفرن. من 180 ل200 درجة. وبعد كده بتحطيها في الفرن، بتحطيها على الرف الاوسط. وبعد كده بتشوفي لو يعني لو عايزه الشوايه بتشغلها الشوايه، لو اتحمرت خلاص. بالشكل ده هنفردها بقى في الصينيه واحط عليها قشطه كده من فوق. طبعا ما عندكيش قشطه مفيش مشكله، ممكن زبده، مفيش زبده وهتحطيها كده في الفرن مفيش مشكله خالص، بتطلع معاكي كويسه جدا جدا. طبعا احنا متفقين ان احنا اي حاجه بنعملها في البيت فبتطلع كويسه جدا جدا مادام انت عاملاها بايدك في البيت وضامنه طبعا نظافتها. وانا طبعا دايما بقول اي حاجه بنعملها في البيت بتبقى افضل بكتير. طبعا يا جماعه مش قلنا بقى مش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. ممكن يا جماعه التفاعل مفيش تفاعل خالص. القناه مش عايزه تكبر ليه؟ طبعا القناه مش هتكبر غير بيكم. ف يا ريت اللي يدخل القناه يعمل لايك وسبسكرايب وجزاكم الله كل خير. هفردها بالشكل ده كده واكون انا طبعا مولعه الفرن زي ما قلت لكم، واحطها على درجه حراره من 180 ل200 درجه. هخلص كل الكميه اللي معايا دي. معلش يا جماعه أنا على الشارع فالاولاد يعني في الشارع بيلعبوا فالصوت ظهر عني، معلش اسفه سوري على الصوت اللي طالع في الفيديو. بعد كده بقى هخلص كل الكميه اللي معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وهحطها بقى في الفرن وهنشوف النتيجه بعد ما تطلع من الفرن. زي ما قلت بقى ممكن كمان بعد ما تطلع من الفرن لو عندك حته قشطه او عندك حته زبده كده ممكن تديني بيها الفطير بيطري وبقى الطبقات بتاعته جميله جدا جدا. طلعت معايا بالفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الشكل يا جماعه؟ يعني حاجه كده تحفه، حاجه بقى انت عاملاها في البيت. ودايما الواحد يعني الحاجه اللي بيعملها في البيت دي بيبقى يعني مبسوط منها جدا، حتى لو كانت مش هتطلع زي اللي بره، بس يعني كفايه بس ان انت حاجه عملتها في البيت. ويعني هي مش عايزه اي يعني مجهود ولا اي حاجه. ده في 10 دقايق كده وانتي واقفه على الرخام هتعجنيهم وتسيبوهم يرتاحوا. كل الموضوع هياخد معاكي نص ساعه وهيطلع معاكي الفطير التحفه ده. طبعا بقى يا جماعه مش هقولكوا تاني، اللي مش اشترك يشترك ويفعل زر الجرس على الكل. وان كنتي مشتركه اعملي لايك وكومنت جميل زي كده عشان كومنتاتك بتساعدني. مش تنسوني من خالص دعاكم واسيبكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.